بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله يكون بخير وسلام يا رب. النهارده بقى هعمل لكم حاجه مختلفه كده. كل سنه وانتم طيبين بمناسبه شهر رمضان الكريم. طبعا كل الناس بتعمل فيه الكنافه اللي هي التقليديه العاديه. انا النهارده حبيت اغير لكم علشان الولاد يحبوها بالشكل المختلف. الاختراع بتاع نوجا بقى، وهتدعولي ان شاء الله لما تجربوه. هنا نسمي بسم الله. واول حاجة يا جماعة، هنا عندي شوكولاتة خام انا مسيحاها هنا في مايكروويف او على حمام مية. هبدأ اجيب هنا اي حاجة عندي. انا عندي هنا كان صينية كده ألمونيوم اللي هي بتتباع جاهزة عند بتوع الأدوات اللي هي بتاع الأطباق الفوم وكده. دي تسهل عليا شوية علشان وانا اقلب لكم هوريكم دلوقتي. وعندي ربع كيلو كنافة انا محمراها كده بمعلقة سمنة او تحمروها في الفرن اللي انت يعني حباه. هنا اول حاجة حطيت رق شوكولاتة اللي هي الخنف زي ما انتوا شفتوا كده، ووزعتها هنا في الصينية. وبعد كده بدأت ان انا اغطي الرق ده بالكنافة المحمصة زي ما انتوا شايفين كده اهو. بثبتها في الشوكولاتة علشان تلزق فيها. وبعد كده عندي هنا حوالي يعني تمن عجوة كده، او الحتة الصغيرة اللي انتوا شايفينها دي. بس لازم افردها يا جماعة على كيس بلاستيك علشان اعرف اتحكم فيها ان انا هفردها واحطها طبقة في النص كده. ان انا بجيب العجوة المفرومة وبجيب نشابة وافردها او ابططها كده وافردها على قد الصينية اللي انا هحطها فيها. باخد المقاسات يعني وبحطها علشان بعد كده لما احطها تيجي على قدها بالظبط. وهبدأ احط الراق التاني اللي هو الكنافة. برضو بحط طبقة كنافة بغطي كده بيها العجوة علشان برضو طبقة الكنافة دي تلزق في العجوة نفسها زي ما انتوا شايفين كده يا جماعة وموضح في الصورة. يبقى انا كده اول راق اول طبقة يعني حطيت شوكولاتة خام. وتاني طبقة حطيت عليها رشة الكنافة. وبعد كده حطيت العجوة زي ما انتوا شفتوا كده، وبحطها على كيس بلاستيك عشان تسهل معايا ان انا افردها وتطلع مظبوطة باذن الله. وبعد كده بحط الطبقة اللي بعد كده اللي هي الكنافة برضو، وبسكنها كده من الجناب علشان بعد كده الخطوة اللي بعد كده انتوا هتفهموا انا ليه بوسع لها كده من الجناب ومن الحروف اهو يا جماعة. علشان هحط على الوش هنا طبقة شوكولاتة خام برضو علشان الطبقة اللي تحت تلزق في اللي فوق. وبكده يبقى اللي في النص هي حشوة الكنافة المقرمشة الجميلة. وشوفوا انتوا بقى الميكس اللي بين الكنافة والشوكولاتة الخام والعجوة. الطعم هيبقى ايه؟ انتوا متخيلينه يا جماعة الطعم هيبقى ايه؟ طبعا الطعم هيعجبكم ويعجب اولادكم وكل ضيوفكم. وهتشوفوها انتوا في الاخر كده شكلها يفتح النفس اهو. هنا هي انا جبت هنا معلقة زيت ومعلقة علشان اعرف ان انا افرد الشوكولاتة علشان ما تلزقش مني. فجبت هنا مسحة زيت بالمعلقة، وبدأت ان انا بالراحة كده واوزعها على كل الكنافة اهو يا جماعة. احط مقدار الشوكولاتة كله علشان اعرف ان انا اوزع على الكنافة كلها، اوزع عليها الشوكولاتة وتبقى كده سهلة معايا اهو يا جماعة. وبحط في الحروف علشان قلتلكم علشان الطبقة اللي تحت تلزق مع اللي فوق، وكده يبقى الحشوة بس هي اللي في النص اهو يا جماعة. زي ما انتوا شايفين كده انا حطيت مقدار الشوكولاتة كله، اوزعه كله يا جماعة اهو. مقدار الشوكولاتة ده يا جماعة حوالي 250 جرام شوكولاتة اللي هي الخام. وزي ما قلت لكم كده بسيحها على مايكروويف او على حمام مية المتاح عندنا نشتغل بيه، ما نوقفش يا جماعة على اي حاجة.
وخلصنا اهو كل المقدار اهو. انا بحاول انزل كده في الحروف علشان تبقى كله ماسك في بعضيه. وبعد كده بجيب اي مكسرات عندي بحطها على الوش برضو قبل الشوكولاتة ما تنشف مني. انا كان عندي فرماسير قلت اديله برضو شكل جمالي كده اكسر اللون. انتوا بقى حابين تحطوا اي حاجة المتاح عندكم، ممكن جوز الهند، ممكن سوداني، ممكن اي مكسرات الاولاد عندكم بتحبها. انتوا المتاح عندكم برضو. انا هحط رشة فورماسير برضو الالوانات بتكسر كده اللون بتاعها. وهنا انا ببدأ اسويها من الجناب زي ما انتوا شايفين كده، وبحاول انزل كل الشوكولاتة وبغطي الكنافة كلها علشان زي ما قلت لكم كده كله يمسك في بعضه. وكده هي رشة الفورماسير يا جماعة علشان تكسر اللون. شايفين الجمال والروعة، شايفين اللون عامل ازاي يا جماعة. وبعد كده هبدأ احطها في الفريزر لمدة ربع ساعة او 10 دقايق. وبعد كده هاجي اقلبها معاكم وهوريكم سمكها عامل ايه ومتماسكة ازاي. كده هبدأ انا اهو كده بعد مرور ربع ساعة في الفريزر بقلبها معاكم اهي بسلكها. شايفين بقى الطبق الألمونيوم ده سهل عليا ازاي ان هي تطلع بكل سهولة. اهو يا جماعة هقلبها في الطبق كده وبعد كده هبدأ ان انا اقطعها معاكم وهقدمها لكم. شايفين يا جماعة انا قلبتها اهو، شايفين من تحت متماسكة والحشوة الكنافة هي اللي في النص. اهو يا جماعة هبدأ ان انا اقطعها بأي سكينة مشرشرة زي ما انتوا شايفين كده. هبدأ اقطعها معاكم مربعات زي ما انتوا شايفين، والحجم ده كل واحد وذوقه على حسب رغبتك انتي تقطعيها ازاي. شايفين يا جماعة متماسكة اهي مع بعضيها وماسكة جامد اهي شايفين. وهوريكم دلوقتي الطبقات اللي في النص والحشوة عاملة ازاي وازاي متماسكة مع بعضيها. والطعم بقى يا جماعة جربوه، خطير خطير وطعم ترند من العيار التقيل. اهو يا جماعة وان شاء الله يعجبكم. اهو يا جماعة اهو شايفين الطبقات بقى يا جماعة، شايفين طبقة الكنافة والعجوة من جوه. اهو يا جماعة شايفين متماسكة ازاي مع بعضيها يا جماعة. متخيلين الطعم يا جماعة خطير خطير، جربوه وان شاء الله مش هتندموا. وعايزة منكم دعوة حلوة. اهو شايفين من تحت يا جماعة متماسكة ازاي. اهو يا جماعة تدينا باور وطاقة وتخلينا نقدر على ساعة الصيام، وان شاء الله الولاد هيحبوها وجربوها. وعايزة لايك وشير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة، دمتم في رعاية الله وأمنه.